هادو ما عندهم تخوف من حتى شخص، وكأنه ملكية خاصة بالنسبة لهم، لا يتخوفون من أي أحد، لا من الاتحاد الدولي، لا من الإعلام العالمي، لا من أي شيء. لذلك سيواصلون. الآن الاتحاد الإفريقي يتخبط، لأنه بدأت الفضائح التي كانت مسطورة بعد الشيء أصبحت علانية. تحدث رئيس الاتحاد السنغالي من عفوا ديرونج با القجع ولا موتسيبي، ماشي ديرونجه، لأنه تحدث الزوبعة، تحدث الكثير أثناء الدورة، ووصلوا فعل ما يحل لهم أثناء الدورة إلى غاية النهائي، وين كانت العدالة الإلهية أكبر من أي شيء، أكبر من أي قرار، وأكبر من أي لوبي، وأكبر من أي تحالف. لكن بعدها اليوم راح يعاودوا يوليوا لنفس الممارسات ونفس الضغوطات والتخبط وكل شيء. اليوم يتخبطون، لكن يبحثون شخص نيسو، يعني مخرج من كل هذه الاتهامات. هنالك ايضا انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي سيترشح لها تشيفرين كمنافس لجاني انفانتينو. اللعبة ستكون هنالك، لأن الاتحاد الإفريقي هو صاحب أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الفيفا، لأنه عنده 54 اتحاد قاري. لذلك سي لو بلو بويسون. اليوم اللي يعطي ضمانات للتشيفرين ولا الموتسيبي ولا جاني انفانتينو هو من سيواصل التحكم. إن كان تشيفرين الرجل الأقوى وهو من سيفوز، هؤلاء راح يدوروا على جاني انفانتينو ويمشوا في خط تشيفرين من أجل المواصلة في مصالحهم. إن كان انفانتينو مرشح بقوة هم سيدعمونه. لا أعتقد بأنه موتسيبي والقجا راح يدعموا شغل شيفال دو كورس بيردون، يعني خيل سباق خاسر، راح يدعموا خيل سباق الفائز، لأنهم الاتحاد الأقوى من حيث المناصب فقط، ليس الاتحاد القوي من حيث السيادة، لأنه لا يملكون لا سيادة ولا نخوة ولا أي شيء. لكن الاتحاد الأقوى من حيث عدد المقاعد في الانتخابات هو الاتحاد الإفريقي. لذلك لاكارت تاع لاكاف باز لور، الفا بيزي لور في الفوت تاع لا فيفا. راح نشوفوا لأي طريق سيتجه الاتحاد الافريقي، من سيدعم ومن سيدعمه بدون شك سيكون الفائز. كيف سيتعامل الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي ومع قضية المباراة النهائية؟ هل تتوقع عقوبات صادمة الاتحاد السنغالي ربما على رئيس الاتحاد السنغالي والمدرب وبعض اللاعبين؟ أكيد راح تكون فيها عقوبات، وبعد الاتحاد السنغالي راح يتجه للطاس، ومن بعد الطاس تحكم لصالح الاتحاد السنغالي ضد الاتحاد الافريقي، وتصبح فضيحه وراء فضيحه. لو ريزومي دو تو سا، واش صرا في مباراه نهضه بركان اتحاد العاصمه وقرارات الاتحاد الافريقي يومها؟ تفهم خويا المروك عندهم 31 عضو في لجان الكاف، حاكمين كاع اللجان. حنا نو، حنا ما عندناش، حنا يا ربي واحد زوج اون اتونكو، حنا او ليو دو سو بلاسي اون سبا اونتر نو، هذا ينحي هذا وهذا يتيري على هذا وهذا يضرب هذا. نو، باش دير حلف بور افوار ان فرون حلف لازم تكون قوي انت ثاني. باش قوي بلا كومبيتونس كي لا كومبيتونس اللي هي رودوتي في الفوتبول الجيريان، وقوي بالعلاقات تاعك. حينها تقدر دير لوبي انت كونتر لو لوبي اللي راهو حاكم الاتحاد الافريقي. مي سي اون كونتينيو تو لي جور ا بلورنيشي سور نوتر سور، اس كون فا فيفر لو ميم سيناريو ا شاك فوا. فوالا. نعم. فوزي، هل اصبح اسم فوزي لقجع الان مسيئا للكرة المغربية؟ لأنه اسمه الآن أصبح مرتبطا بالكولسة، باللعب في الظلام، بالضرب تحت الحزام، يعني دائما يتحدثون عن محاولة سطوته وهيمنته على الاتحاد الإفريقي مثل ما قال لك ميدو. ربما في السابق كانت هناك بعض اللوبيات التي تتحكم، لكن لا تظهر كثيرا إلى العالم. الآن اسم فوزي لقجع أصبح في كل مرة يظهر إلى العلن، واسمه أصبح يرتبط سواء بالكولسة أو بالفساد أو بالفضائح التحكيمية. والجميع يتحدث هذه الأيام عن اتفاق كينشاسا وكيف باع فيرون الأمين العام لجنة التحكيم لفوزي لقجع. يعني مع كل هذه الأخبار المتسارعة يوما بعد يوم، هل أصبح اسم فوزي لقجع الآن مسيئا لكرة القدم المغربية؟ فوزي لقجع ولا مسيء للكرة المغربية والاتحاد المغربي، الجامعة المغربية. وأظن باللي فوزي لقجع عنده ضمانات أكثر من الفيفا. الفهم يفهم، نقولوا أكثر من الفيفا. كاين واحد اخرين اللي ديسيدي ولا فيفا ما تقدرش تقول له لا. ماشي موتسيبي ما اكزيستيش. نعم. موتسيبي شغل راهو كيما نقولوا بواب مع فوزي لقجع، والامتيازات اللي داهم في المغرب العالم كامل على بالهم.
اظن باللي اليوم لقطع ثروته بلغت 4.2 مليار دولار كواحد من أكبر المليارديرات في العالم. يبدو أنه مهتم بالتجارة أكثر من الرياضة. نعم. واحد اللي نوم دافير محمد، رجل اعمال اللي عنده الفلوس، ما يجي يحكم اتحاديه يحكمها بشرف، عنده دراهمه. نعم. واحد ما يسيطر عليه. نعم. موتسيبي جابوه يمشي فيه القجع كما يقول لك بالقوريه الا باقيت. نعم. دير واش نقول لك سينو نبدا نشكي من الإعلام فوق المصري باش تنحى. المحترم علاء صادق قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أصبح طرطور في الكاف. نعم. وهذا الاتحاد الإفريقي يجب أن تتغير تسميته إلى الاتحاد اللقجعي لكرة القدم. أيضا الكثير من الأفارقة تحدثوا عن النفوذ المغربي وعن ارتباط اسم فوزي لقجع بعملية الكولسة والتحكيم وإحداث فرص غير متكافئة بين المنتخبات وإعطاء أفضلية دائما للمغرب في مواجهاتها أمام المنتخبات. شاهدنا الكثير من الشكاوي من المنتخبات التي لعبت أمام المغرب، ونحن قلنا في هذا البلاطو بأن المغرب يمتلك منتخبا محترما، وكان بإمكانه أن يسلك طريقا نظيفا، وكان بإمكانه أن يفوز باللقب لأنه يملك تشكيلة قوية، وحينئذ كان الجميع سيصفق على المنتخب المغربي. يعني فوزي لقجع أخذ المنتخب المغربي إلى الطريق الخطأ، طريق الكولسة، طريق الفضائح التحكيمية، طريق اللعب في الظلام والضرب تحت الحزام، وهو الأمر الذي اشمأز منه الجميع. بصح فوزي لقجع كما يقول لك انسان مبرمج. نعم. باش يخلط كل ما هو رياضي. واليوم بان على حقيقته باللي ما جاش يخدم الكره الافريقيه ولا الكره المغربيه، جاء لمصالحه، ومصالح واش عطاو له لازم يدير. هل تتوقع أننا يمكن في يوم من الأيام نعم أن نرى تحقيقا يفتح في فضائح وكوارث الكاف، وبأنه فيه أشخاص سيحاكمون على العلن؟ بالنسبه لي ما يكونش، لن يأتي هذا اليوم. لن يكون. لو كان ما يكونوش الافارقه رجال والمغاربه رجال وما يتضامنوش وما يلعبوش 27 ويبويكوتيو لا كوب دافريك، يقاطعون كأس إفريقيا، يقاطعون كأس إفريقيا 27 ودي لافريك دي سود مع المروك يلعبوها وحدهم، واللي يحب يتبعهم يروح. بصح الكل ما يروحوش باش هنا تكون الضربه الصحيحه. نعم. وعلى الجزائريين لكن فيه الكثير من المنتخبات الإفريقية تلعب في المغرب وتستفيد من امتيازات في المغرب، من مركبات رياضية ومن ملاعب ومن فنادق وامتيازات أخرى كثيرة. مالا كيما قال ميدو نريحوا توجور نبكيو على سعدنا ونضربوا غير بيناتنا ونتحاسدوا غير بيناتنا، والناس راهي دير الرجال ديالها ديرها في لاكاف وفي لا فيفا وفي الاخر، هما يخدموا وحنا نضربوا بيناتنا ونبدا نقعدوا نشكيو. نعم. هل يأتي هذا اليوم الذي ربما سيحاكم فيه المتسببون في جر الكاف إلى هذا الحضيض؟ هل حكم عيسى حياته من قبل؟ لا. هل حكم أحمد من لا قبل؟ لا لم يحاكموا. لن يأتي هذا اليوم. لن يأتي هذا اليوم. لن يحاكموا. لن يحاكموا. سيفلتون من العدالة الدنيوية الطريق، وتبقى فقط العدالة الإلهية. آمين. واش درت رانا مغمضين عينينا لا. نروح. الطريقة الوحيدة هي مواصلة الضغط على الفيفا، ومواصلة الضغط لا تكون من السنغال لوحدها. نعم. يجب أن يكون هناك تحالف بين أقوى المنتخبات الإفريقية. صح. من أجل الضغط على الاتحادية العالمية لكرة القدم. إنفانتينو حينما تبلغ الضغوطات ذروتها سيجد نفسه مجبرا على التضحية بموتسيبي. هل يستطيع المال الفاسد أن يشتري الجميع في إفريقيا؟ لا أبدا، هناك رجال شرفاء محمد. نعم. ما نقدروش نتهموا الجميع بالعمالة والخيانة بالعمالة، ولكن هناك رجال. المشكلة أنه يستطيع أن يشتري. كم من ذمة يستطيع المال الفاسد أن يشتريها لا أعلم، ولكن يستطيع أن يشتري. هل تتوقع أن يكون هناك تضامن من الأفارقة مع المنتخب السنغالي في حال وقوع عقوبات صادمة على رأس منتخب السنغال؟ شوف، أنا لا أتوقع هذا محمد. لا تتوقع؟ الأفارقة صعاب الميراث محمد. نفسي أعطيك مثال بسيط فقط محمد. قلت لك عيسى حياته من قبل عاث فسادا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والجزائر عانت بسبب عيسى حياته في العديد من المرات، سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية في المنافسات الإفريقية. حتى لما كانت مصر أيضا تحكم قبضتها على
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكان مقر الكاف في القاهرة، مصر كانت تستفيد تحكيميا، وهناك العديد من الأمثلة. لذلك صعب جدا محمد، يجب أن يكون هناك رجال شرفاء يعتبرون الحق فوق الجميع، نعم، حتى تكون هناك قرارات ردعية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأنا أيضا أساند ميدو في مقاله، يجب علينا أن نتكل على أنفسنا وأن نشمر على سواعدنا، نعم، وأن نحاول التغلغل داخل كواليس الكاف. تقول لي كيف؟ هذا عمل المسؤولين وليس عملي أنا. نعم. تقول لي كيف؟ ما على باليش، لا أعرف صح. توكل على الله وادخل، حاول، اضغط، دير تحالفات مع المنتخبات الإفريقية، دير عروق كما قلت، من أجل حماية أنفسنا فقط بارك أمين، الله وليس فيك. من أجل الفساد حق الآخرين أو الدخول في عملية كولعة أو شراء ذمم الحكام أو شيء من هذا القبيل، فقط من أجل حماية المنتخب الجزائري. لما تكون قوي هذا ليس معناه أنك تكون فاسد محمد، نعم، ولكن لما تكون قوي الجميع يخشاك والجميع لا يتعدى على حدودك. نعم، هذا بين قوسين يجب علينا أن نعم. نتحد وأن نحاول التغلغل داخل كواليس الكاف. إذن واضح جدا بأن الكاف على صفيح ساخن، غليان كبير، يمكن أن ينفجر الوضع من الداخل، كما يمكن أن تكون العقوبات الصادمة المنتظرة على رأس السنغال نقطة تحول جديدة. أعتقد بأن الاتحاد الإفريقي سيتريث كثيرا وسيقرأ 1000 حساب قبل أن يصدر أي عقوبات في وجه السنغال، لأنه ربما إن كانت الكاف لا تخاف من الإعلام الإفريقي أو من الأفارقة، فإنها تخاف جدا من الإعلام الأوروبي ومن الضغط الدولي الذي سيتعاطف من دون شك مع منتخب السنغال الذي فاز بكأس إفريقيا لأنه أقوى منتخب في إفريقيا، بغض النظر عن مشواره في الكأس، بغض النظر عن ما حدث في المباراة النهائية. يبقى السنغال باتفاق الجميع، باتفاق العلماء، أقوى منتخب في قارة إفريقيا ويستحق أن يتوج بهذه الكأس، مثلما كان المغرب قادرا أن يتوج بهذه الكأس حسب رأيي لو اتخذ مسارا نظيفا، لأنه يمتلك أيضا تشكيلة قوية. كنا نمني النفس ونريد أن نشاهد كأس إفريقيا في أعلى مستوى ونعنى بالتحليل الفني، فإذا بنا نجد أنفسنا أمام حالات تحكيمية، كوارث تنظيمية، شكاوي من كل جهة، فوضى، تصريحات مضادة. وهنا أريد أن أتحدث بعجالة عن أمر أعجبني كثيرا، وأحيي من هذا المنبر لاعبي المنتخب الجزائري ومدرب المنتخب الوطني والمسؤولين على الفاف، لأنه البعض كان ينتظر الصيد في المياه العكرة، كان ينتظر من مسؤولي المنتخب الجزائري ولاعبيه ومدربه أن يطلق تصريحات ضد المغرب وضد تنظيم المغرب لهذه الدورة، ولكن العكس هو الذي حدث. شاهدنا رياض محرز يشيد باستقبال السلطات المغربية، وبيتكوفيتش يتحدث عن الظروف المريحة التي وضع فيها المنتخب. الجزائريون لا يكذبون، الجزائريون صادقون، لم يتحاملوا على أحد ولا أحد من الجزائريين سواء من الرسميين أو اللاعبين أو المدرب أو الطاقم الفني تحدث بسوء عن المغرب رغم الاستفزازات الكثيرة منذ وصول المنتخب الوطني الجزائري إلى الرباط. شاهدنا في أول يوم لا شاهدنا في أول يوم نعم حادثة التمر، ثم بعد ذلك صورة الملك، ثم بعد ذلك سرقة الكرة، ثم بعد ذلك المكسرات، يعني أخبار والتذاكر قبل هذا، وقبل ذلك مشكلة التذاكر التي عانى منها أنصار المنتخب الوطني الجزائري. ورغم كل هذا، ورغم كل تلك الأخبار التافهة والمضحكة والتي كانت محل سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل أنحاء العالم، إلا أن الرسميين في المنتخب الوطني واللاعبين والمدربين لم يتحدثوا بكلمة سوء عن المغرب، والعكس من ذلك هو الذي حدث. شاهدنا إيغو بروس مدرب جنوب إفريقيا يتحدث من أول يوم ويشتكي الأمور التنظيمية وبعد الفندق عن التدريبات ساعة ونصف، حتى أن المغاربة فرحوا كثيرا عندما أقصي جنوب إفريقيا وقالوا تخلصنا من لسان قادح وجارح ظل ينتقدنا منذ وصوله إلى المغرب. شاهدنا حسام حسن ينتقد التنظيم وينتقد الفندق، شاهدنا إبراهيم حسن أيضا قال كلاما
في حق المغرب. شاهدنا أيضا تياو. مدرب قبل وبعد نعم مدرب المنتخب السنغالي قبل المباراة وبعد المباراة. وما أغضب المغاربة أنه قال في الجزائر أثناء تنظيم الشان كان كل شيء جميل وكان كل شيء احترافي ومثالي. قالوا هذه الظروف لم نجدها هنا في المغرب. شاهدنا رئيس الاتحاد السنغالي يتحدث، شاهدنا إيطو يتحدث ولو أنه تحدث على استحياء، ونحن نعرف المستور ولا نريد أن نتحدث عنه في الوقت الراهن. شاهدنا أيضا لاعبي المنتخب النيجيري يتحدثون عن سوء التحكيم في مباراة المغرب. شاهدنا صحفيين ماتوا بسبب التحدث عن سوء التحكيم. نعم، لا نريد أيضا أن نغوص في هذا الحديث ميدو. شاهدنا أيضا لاعبو جزر القمر تحدثوا عن ركلة الجزاء غير شرعية. تنزانيا مالي أيضا ضرب الجزاء ابراهيم دياز في بلاي ستيشن ما تصفرش. بارك الله فيك ميدو. غاموندي مدرب التنزاني. شاهدنا ركلة جزاء تنزانيا. كاميرون. هذيك خدلها بركض. نعم. كاميرون. شاهدنا لاعب المنتخب الكاميروني وركلة الجزاء واضحة. حدا بومو وحدا نعم تاع بومو كانت واضحة جدا. الكود. الجميع تحدث إلا لاعبو المنتخب الجزائري، لم يتحدث منهم أحد، ولا لاعب ولا مدرب ولا رئيس اتحاد ولا وزير ولا أي رسمي، لأن الجزائريين ذهبوا إلى المغرب من أجل لعبة من أجل لعبة اسمها كرة القدم. انتهت سواء بفوزنا أو بخسارتنا، عاد اللاعبون إلى الديار واستمرت الحياة هنا في الجزائر، لأننا لا نعتبر كرة القدم مسألة حياة أو موت، هي لعبة صحيح لديها أهمية، لديها عشاق، نريد أن نفرح، نريد أن نفوز، لكن في آخر المطاف تبقى لعبة، لا هي علوم دقيقة ولا هي تكنولوجيا حديثة ولا هي أي شيء خارق في هذه الدنيا، تبقى مجرد لعبة وتبقى في إطارها. عندما نفوز نفرح، وعندما نخسر نحزن لبضع سويعات أو بضع أيام، ثم نعود لممارسة نشاطاتنا. نعم. مباراة أول أمس كانت رانا اون بلان كونفلي ابخي واش صرا في لاكوب دافريك. نعم. تيش ملكي استقبال رائع في مطار هواري بومدين، اسكورت بريزيدونسيال حتى لتيزي وزو كانوا في فندق تيتانيك. حراسة رئاسية. من تيتانيك للستاد في لونطرينمون ونهار الماتش اسكورت ثاني بريزيدونسيال. قلت لك كل الظروف وفرت لنادي الجيش الملكي، ولا صحفي جزائري تحدث عن انه نادي الجيش الملكي عام باش سرق طبسي في لوتيل، باسكو سي دو لا باسيس تو سا سي دو لا باسيس حضيض. واليوم شفى شبيبه القبائل راح تنقل يوم 29 جونفي في طائره خاصه ان شاء الله. ونلعبوا يوم 31 ان شاء الله يكون خير. On viendra le 1er février pour parler de ce qui va se passer le 31. ان شاء الله يكون انا خير. وانا لانه احنا ما عندناش نفس العقليه، احنا نستقبلوك جيدا مهما كانت صيفتك، نستقبلوك بطريقه رائعه. الجزائريين مشاهدي الافاضل، البرنامج متواصل، سنلتقيكم بعد الفاصل اذا تكرمتم.